بصوا يا جماعه، انا طبعا الفتره دي نزلت لكم كميه فيديوهات عن تصليح علب الدركسيون. تويوتا كرولا، على انسان، على ام دي، على اتش دي. وطبعا انا بوريك الفيديو في الاول وفي الاخر، ما بوريكش طريقه التصليح. طبعا كنت منزل لكم فيديو عن طريقه التصليح بالطريقه كامله، ولكن هنا في الفيديو ده انا هوريكم ان التصليح ده مش فك وتركيب وخلاص، يلا فك يلا ركب يلا شحن. بصوا يا جماعه، بص، شغل علبه الدركسيون ده شغل فني قوي. يعني انت ممكن تشوفني وانا مثلا في فيديو ايه يعني انا بعمل، لا ما بعملش حاجه، لا شغل فني. وفي حاجات طبعا كل واحد بيختصها بنفسه، لان طبعا اللي لازم انت تتميز عن غيرك، عن كل واحد ليه لازم يكون ليه تريكايه كده هو مميز بيها. بصوا هنا، دي علبه دركسيون عربيه ام دي، الانترا ام دي. العربيه دي والله حرفيا العربيه متغير فيها مساعدين، ومتغير فيها، هوريكم طبعا الفيديو، هوريكم كل حاجه اللي متغيره فيها. متغيره فيها مساعدين، ومتغيره فيها تياش، ومتغير فيها كاوتش ميزان، ومتغير فيها مقصات. وما زال العربيه بتخبط جامد جدا في الجنب اليمين. اي مطب، اي مطب العربيه بترزع جامد، لكن في حاجه بتتكسر. طب السبب ايه؟ السبب علبه الدركسيون دي كان فيها بوش فين؟ بصوا تعالى هنا كده، بصوا فيها بوش في الجنب اليمين، ده الجنب اليمين. بصوا العلبه، نور الكشاف، نور الكشاف. بصوا زي ما انتم شايفين كده، بصوا البوش كل ده بوش فين؟ طب اللي جه بقى فك، اللي جه فك العربيه دي كلها وعمل الشغل اللي في العربيه دي عمل ايه؟ بصوا يا جماعه، عمل حطوا ايه؟ تعالى بص، كان حاطط الفبرتين دول فين؟ كان حاطط الخوصتين دول في الفبره بتاعت الدركسيون. بصوا هنا، واحده هنا وواحده هنا. طب ده يرضي ربنا؟ هل الشغل ده ينفع؟ بصوا بقى يا جدعان، طبعا انا بعمل ايه؟ انا بجيب طقم اصلاح جديد. ده طقم الاصلاح بتاع الفبره. اوريكم طبعا الفبره اهي، اوريكم الفبره عشان بس تبقوا انتوا ايه عارفين ان الشغلانه دي مش كده، مش فك وتركيب وخلاص. طبعا بصوا هنا، دي خفيفه، خفيفه هنا كده. الثانيه دي علشان اركبها هنا بتبقى محكومه. بصوا هنا ضيقه ازاي، بصوا ده مقفوله على بعض عشان جديده. بص اول لما نيجي اركبها اللي بيحصل كلها ايه بتفتح. بص الفبره محكومه. وكمان لما باجي اركبها هنا الفبره بتبقى محكومه اكتر غير دي. بصوا هنا، بص دي محكومه ازاي، دي عشان احركها بحركها بايه؟ بقوه. دي بصباعي اهو، بصوا بصباعي. هنا دي عشان احركها عايز قوه ايه؟ بايدي، عايزه اعصاب، عايزه ايه؟ اعصاب. دي خفيفه. فالشغلانه مش فك وتركيب ولا فك وركب. طب العربيات اللي ملهاش فبره، اللي ملهاش فبره او بيستم او الكلام ده. البيستم احنا معظم البساتم اللي بنجيبها، انا ما برضاش اعمل بيستم عند الخراط، انا بجيب بساتم. بصوا يا جماعه، دي بساتم من علب دركسيون، دي بساتم من علب دركسيون مستعمله او استيراد، او ممكن تكون علبه دركسيون اتكسرت في حادثه او الكلام ده، فانا باخد منها طقم الاصلاح البيستم، باخد منها الحلزونه، باخد منها ساعات عمود، باخد منها اي جزء سليم ممكن اخده منها، وببتدي ان انا اشغله على علبه فيها مشكله، فيها مشكله. طب انا لو انا دلوقتي جيت ركبت، لو جيت دلوقتي عندي مشكله في علبه دركسيون والفبره دي مش موجوده، بضطر ان انا اعمل فبره عند الخراط، ولكن بعملها زيها زي الايه؟ زي الاصلي بالظبط، بنفس الشكل وبنفس الكلام ده وبنفس الشفه، علشان تركب فين؟ ليها مجرى. تعالى هنا كده، شايفين المجرى دي؟ لازم تركب فيها المجرى. ليه؟ لان في ناس بتصلح علب دركسيون وتعمل فبره عند الخراط، ولما بتيجي تكسر الدركسيون يمين وشمال ويروح الفبره طالعه من مكانها، تعمل معاك صوت خبط وبتاع. علشان كده معظم الناس بتقول ان علب الدركسيون تصليحها مش ناجح. وفعلا في علب بتجيلي مثلا بتبقى السنون بتاعتها متاكله خالص، والحلزونه بتاعتها متاكله خالص، بقول لا، بقول للزبون لا صح، غير افضل من التصليح، لان ممكن تعملها وبعد شهر او اتنين ترجع تخبط معاك تاني. ده طبعا بعد ما اخلص هوريكم العلبه. طبعا انتوا شايفين العلبه متفوره كلها اهي، علبه متفوره خالص. هوريكم طبعا العلبه بعد ما تخلص تبقى عامله ازاي.